اولا قطاع الصيد البحري، انا غنمشي نكون عندكم صريحه. قطاع الصيد البحري راه شفتوا كيف كان وكيفاش ولا. راه شفتوا قبيله رخص الصيد، ولكن غنقول لكم ما نساوش اشنو وقع في 2003 هنا في مدينه الداخله. النتيجه الداخله وقفات، وحدات سدوا البحر خوا، الداخله خوات، ما كان والو. ما خصناش نساوها. اللي بغى يصيد، اللي بغى يبني، اللي بغى يخرج وقت ما بغى يصيد، وقت ما بغى يصيد، اللي بغى يدير ما بغى. بواخر وقفوا، الوزينات سدوا 98 وحده ديال التجميل اللي كانت ازمه. كاينين 6 لا وتسنى 6 خدامين وجوج كيتوجدوا. ما 8. انا كنقول الحقيقه، ما غادي كاين نقول لهم 8 يخرجوا ما يلقاوش 8 خدامين، نقول انا كذابه. كاينين 6 اللي خدامين، كاينين 6. ما كايناش المراقبه، خصنا نديروها. واش اليوم كاين شي واحد يخرج كيف ما بغى ويدخل كيف ما بغى الا ما وقفوا عليه؟ شكرا سي حرمة الله. اولا انا كنشكركم على الاستقبال ديالكم الحار، وانا فخوره اليوم اللي كنت واجد هنا في الداخله كحزب التجمع الوطني الاحرار وكعضو في المكتب السياسي. اولا قطاع الصيد البحري، انا غنمشي نكون عندكم صريحه. علاش؟ حيت كتعرفوا انا كبرت في قطاع الصيد البحري، واليوم قطاع الصيد البحري راه شفتوا كيف كان وكيفاش ولا. وما خصناش نساو التاريخ، ما نساوش اشنو وقع في 2003 هنا في مدينه الداخله. وحدات سدوا البحر خوا، الداخله خوات، ما كان والو. ما خصناش نساوها، حيت التاريخ هو اللي كيحكم على اشنو وقع، اشنو درنا من بعد. علاش هذاك الشيء وقع؟ علاش؟ حيت ما كانش واحد الصرامه باش يمكن يكون هذاك القطاع يكون مدبر بقوه وبالصرامه. ما كانش. كان اللي بغى يصيد، اللي بغى يبني، اللي بغى يخرج وقت ما بغى يصيد، وقت ما بغى يصيد، اللي بغى يدير ما بغى. النتيجه الداخله وقفات، بواخر وقفوا، الوزينات سدوا 98 وحده ديال التجميل اللي كانت انا عاقله عليها ازمه. ياك ازمه كبيره دخلت الحكومه باش كيفاش نعوضوا. جاو البيلاجيك ايتترا، المجمد على مثل البواخر، السرديل كيتجمد وكيمشي. دونك حتى هذيك الطريقه اللي كانت واحد الحل ترقيعي ماشي هو هذاك. والحمد لله جات سي اخنوش. انا كنقولها وكان افتخر بها. علاش؟ حيت انا بنت القطاع وكبرت في القطاع وعرفت الدخله من الاول. وعلاش بغيت نفكركم في التاريخ؟ ملي جا السي اخنوش شاف لوطيا قال ما يمكنش، ما غاديش نستمروا هكا. هي فاش درنا الدراسه وطلقنا استراتيجيه اليوتيس اللي عطاها انطلاقه صاحب الجلاله نصره الله في 2009. وهذيك استراتيجيه اليوتيس وضحت النقط كلها. ما كايناش المراقبه، خصنا نديروها. البحث العلمي خصنا ندعموه، الاستثمار خصنا نديروه. هادشي كله ما كانش. ولكن اليوم الحمد لله اشنو وقع في الداخله؟ بفضل البحث العلمي اللي دعمناه 1.6 مليار ديال المليون ديال الدرهم ديال غير البحث العلمي. ياك المراقبه ما كانش. واش اليوم كاين شي واحد يخرج كيف ما بغى ويدخل كيف ما بغى الا ما وقفوا عليه ولا ما يشدوش الفي ام اس؟ اليوم اي باخره كتصطاد في المياه المغربيه ولو وعندها واحد الاجهزه اللي في الباخره اللي كنسميوها الفي ام اس. ومن الرباط كنراقبوا كنعرفوا اي باخره فين صيدات، فين مشات، واش خرقت القانون، واش دخلت سميتو المناطق المحرمه، واش خرجت في الغوبو بيولوجيك، واش هذه هي المهمه. هذاك الشيء هو اللي اليوم البولب في 2000 قبل استراتيجيه اليوتيس فين وصلنا. البولب تا هو مشى
10000 10000 طن اللي كانت عندنا. اليوم الثروه رجعت وصلنا ل 56 ألف طن. دونك الثروه رجعت ودرنا الحصص ودرنا الراحات البيولوجي ودرنا بفضل هذاك البحث العلمي درنا مخططات. اشنو هما المخططات؟ كل صنف ديال الاسماك عنده المخطط ديالو، اي عنده الكوطه اللي يمكننا نصيدو، عنده الاوقات اللي خصنا نصيدو فيها، كيفاش كيتوزعوا الحصص. هذا هو المكتسبات. واليوم الحمد لله شكون اللي كان كيحلم بان في مدينه الداخله غادي يكونوا دي كونسيرفوري، وحدات التصبير. ملي كنا كنقول لهم غنديروا وحدات التصبير في الداخله كيقولوا لي كتحلمي. اليوم شحال عندنا من وحدات ديال التصبير في الداخله؟ كاينين 6. لا وتسنى 6 خدامين وجوج كيتوجدوا. ما 8. انا كنقول الحقيقه ما غادي كاين نقول لهم 8 يخرجوا ما يلقاوش 8 خدامين، نقول انا كذابه. كاينين 6 اللي خدامين، كاينين 6 اللي خدامين وجوج غادي يخدموا. وما نساوش الاستثمار، مليار ديال الدرهم استثمار حر ماشي ديال الدوله، حر مليار ديال الدرهم. صافي دير اشنو؟ صافي دير الناس تاقوا في القطاع، تاقوا في استثمار في الداخله وجاو واستثمروا في الداخله وجابوا الاموال ديالهم. وهذا الشيء اشنو داروا؟ شغلوا الناس. اشنو هو الهدف ديالنا؟ هو التشغيل. الهدف ديالنا هي المناصب الشغل ياك. هذا الشيء كان ولينا كنتمنوا المنتوج. استراتيجيه اليوتيس جابت كان هذاك السمك السطحي كان كيتكونجلا في الباطو ومن ثم كاينه كيتصدر. جات استراتيجيه اليوتيس لا، اي حوته كتصيد تفرغ في الميناء ويكون التثمين ديالها على اليابسه. علاش؟ باش تكون المداخل، باش تكون سميتو التثمين ديال المنتوج، باش يكونوا مناصب الشغل. وهذا هو المكتسبات اللي جابها الحزب ديالنا. دابا هذا الشيء كنهضر من غير هذا الشيء، حيت ما تنساوش راه شفتوا قبيله رخص الصيد رخص الصيد رخص الصيد، ولكن نقول لكم رخص الصيد كيكونوا خصهم ولا بدا يطبقوا، تكون واحد المواكبه على المخزون الثروه السمكيه. رخص الصيد ما يمكن لهمش يكونوا عشوائيين، خصهم يكونوا ولا بدا مطابقين على المخزون الكميات اللي عندنا في البحر. اوترومون غادي نرجعوا ما وقع في 2003. هذه مهمه. دونك اشنو درنا باش نواكبوا هذاك المخزون، باش نحافظوا على الثروه السمكيه؟ خلقنا شي حاجه اللي ما كانتش عندنا في المغرب، هي تربيه الاحياء البحريه. تربيه الاحياء البحريه ملي كتمشي للارقام ديال لا FAO كيقول لك المعاملات ديال التجاريه 50% كتجي من تربيه الاحياء البحريه. كيفاش المغرب ما عندوش تربيه الاحياء البحريه؟ دونك هي فاش دعمنا البحث العلمي خلقنا وكاله ديال تربيه الاحياء البحريه، دارت الدراسات. وهذوك الدراسات كيقولوا تربيه الاحياء البحريه تعطلنا. ما تعطلناش، حيت حنا بدينا من زيرو، درنا الوكاله باش يكون الوكاله تدرس اشنو واقع في البحر وشنو يمكننا نربيو في البحر ايتترا. راه خص 3 سنين باش يخرج مخطط ديال تربيه الاحياء البحريه، خصو 3 سنين باش يكون المصادقه عليه. وداك الشيء اللي وقع، ومن بعد خرجوا طلب العروض. واليوم مدينه الداخله هو القطب الاول في تربيه الاحياء البحريه. راك شفتوا المشاريع اللي كاينين. لما خانتنيش الذاكره كاين 300 مشروع اللي ترخص، كاينين 136 مشروع اللي في طور الانجاز. وايضا خممنا في الشباب. في الشباب درنا 100 مشروع ل 500 الشباب. هذوك الشباب واكبناهم. كيفاش واكبناهم؟ اولا
كان هناك واحد الدعم ديال 72 مليون ديال الدرهم. هذا الدعم ديال هذوك ال 100 تعاونيات او شركات ديال الشباب. ايضا كان خصهم يكون واحد التاثير ديالهم، ويخص يكون واحد التكوين ديالهم، ودرنا هنا في الداخله في المعهد اللي عندنا الشعبه ديال تربيه الاحياء البحريه، وجبنا الخبراء باش يقريوهم باش يفهموا اشنو خصهم يديروا. ايضا هذا المشروع اللي خصو الوسائل باش يشغلوا. تخلق هنا ورش ديال البناء ديال البرجات، دونك خلق عاوتاني مناصب الشغل، بحيث اليوم رتبنا تقريبا شي 80 برجه لفائده هاد المستفيدين. وايضا ما وقفناش هنا، حيت ملي غادي يخرج داك المنتوج ديالو خصو شي حاجه على اليابسه. دونك هذا اليابسه ايضا 115 مليون ديال الدرهم باش نواكبوا هذوك المسائل اللي خصهم على اليابسه. باش تعرفوا بانما اليوم قطاع الصيد البحري وتربيه الاحياء البحريه كنشتغلوا باش تكون هناك واحد المواكبه ويكون واحد التثمين، وكنخلقوا فرص ديال الشغل. وما نساوش ايضا كاين هنا السي حميه اللي اليوم عنده المفرخه اي ايكلوزغي ديال البالورد اللي بدات كتخدم، اللي حتى هي كان عندها واحد الدعم ديال 11 مليون ديال الدرهم، هي والوحدات ديال التلفيف. دونك حنا اليوم في الداخله كانت عندنا ايكلوزغي وحده، مفرخه وحده، اليوم عندنا جوج، وان شاء الله هذه المفرخه غادا تزود هذوك المستثمرين الصغار باش يمكن لهم يتطوروا ويساهموا في الاقتصاد ديال سميتو. ما غاديش نوقف هنا. اشنو درنا ايضا؟ تعاونيات درنا واحد، كاينه شي 100 تعاونيه هنا في مدينه الداخله. درنا طلب العروض الاول، فهذاك طلب العروض الاول اللي كان فيه واحد الدعم ديال الدوله، 10 ديال التعاونيات استفتات بواحد المبلغ ديال 7 ديال المليون ديال الدرهم. واليوم طلقنا الجزء الثاني ديال طلب العروض اللي المبلغ ديالو الاجمالي 40 مليون ديال الدرهم، وحنا ديجا درنا التأطير باش الجمعيات يتواجدوا باش يحطوا الطلبات ديالهم. غادي نختم بواحد نقطه مهمه، هي النقطه ديال الضمان الاجتماعي. كيف كتعرفوا هنا اليوم في الداخله كاينه 330 قارب اللي كتشتغل، وكانوا دائما هما منخرطين في الضمان الاجتماعي، ومع الاسف ما كانوش كيستافدوا. علاش؟ حيت ما كانش عندهم الايام اللي باش يمكن لهم يستافدوا من الضمان الاجتماعي. علاش؟ حيت عندهم واحد النشاط اللي موسمي، دونك واخا كيدخلوا بزاف ملي لا سنساس كتحسب لهم الايام ما كيستافدوش. حتى حكومه ما قدرت تخدم باش يكون التعديل ديال هذاك القانون ديال سنساس. اليوم نجحنا بفضل السيد رئيس الحكومه والوزراء ديال التجمع الوطني للاحرار، حيت وزيره الاقتصاد راه هي من التجمع الوطني للاحصاء. دونك درنا سميتو تعديل ديال القانون. صادقنا في المجلس الحكومي على المرسوم اللي ياخذ بعين الاعتبار موسميه النشاط. واليوم حنا كنشتغلوا على لي زاريتي، على القرارات باش كيفاش غادي يكون هذاك التوزيع ديال وهذه نقطه مهمه اللي كانت الصيد التقليدي دائما كطالب بها. وشكرا.